فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا عباد الله وحدوا الله. يا هي مصر الجاي. عباد الله وحدوا الله. يا هي مصر الجاي. يا عباد الله وحدوا الله. سلام سلام، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بتكونوا بألف خير وصحة وعافية على الجميع يا رب. وإن شاء الله قبل العيد بتكون الأوضاع أحسن من هيك والظروف أحسن من هيك على كل الدول العربية. حبيت رحب بكل حدا جديد على قناتي اشترك بالقناة والفيديو اللي قبل الحمد لله جاب كتير تفاعل، الحمد لله بفضل الله بفضلكم. بحب انه اقول انه كل حدا شاف الفيديو حب المحتوى بيقدر انه يدعمنا بسبسكرايب ولايك وشير. هلا هيدا الفيديو عبارة عن مثل الروتين يعني يومي من السحور للإفطار، لوقت الإفطار، يعني شو ممكن أنا أعمل بهيدي الأوقات. هلا هون بعد ما انتو شفتوا أجواء إنه نحنا بيجي لعنا مسحرات بس يعني بسيارة، عرفتوا كيف؟ يعني مش إنه بيمشوا هيك وطبل وغيره، لا بالسيارة بيكون إنه عم بينادي كل يوم كرمال إنه العالم بتفيق على السحور. هلا هون حبيت أتسأل، نحنا سهورنا تقريبا كل يوم خفيف، يعني يا اما بنتسحر بواقي الاكل اللي هن كانوا على الافطار، يا اما بنعمل شي كتير خفيف، يعني ما بناكل شي تقيل. فقررت اليوم اني اعمل الكعكة الطرابلسية، نحنا بنقلها هون يعني هي اساسها بطرابلس. هلا انا لما جبتها يعني متلجة، ما جبتها جاهزة طازة من حدا، لانه المحل اللي بيبيعون كتير بعيد عننا، فانا جبتها من شاب هون بيشتغل فيها. جبت كذا وحدة يعني. هلا الحشوة كانت عبارة عن جبن عكاوي تشيكي اللي كنت قبل مستخدمة نصها يعني للرقاقات، وموتزاريلا، بس هيك يعني كتير طلعت طيبة. وبس بدنا نحطها على المقلاة المقلاية، يعني بدهنها بزبدة عن جهتين. الجبن العكاوي بيجي كتير مالح، فأني غسلته ونقعته، وصرت أغير له ميته كل شوي كرمال انه يصير انه تحلى الجبنة. وانتو خبروني بالتعليقات شو بتتسحروا كل يوم، يعني عم قلكن نحنا يعني السحور بنحب يكون هيك خفيف، لازم مثلا باقي اكل منيح ممكن نتسحر عليهم يعني اكيد.
هلا هون اكيد في الواحد مثلا يعملها بالساب، فيك تعمل فيها بالفرن، فيكم كيف ما بدكم. بس انا لقيت انه المقلية يعني اسهل شي علي، ومثل ما قلت انه بدهنها بالزبدة من عن الميلتين بتطلع هيك كتير طيبة. اكيد الف الحمد لله على كل شي. بس بحس شهر رمضان يعني دغري مرق، ما بعرف مين مثلي هيك حس انه دغري مرقت الايام. وان شاء الله الايام الجاي بتكون احسن وافضل علينا وعلى اخواتنا بفلسطين يا رب. هلا هون انا تقلتها بمنفضة تقيلة عندي، يعني اكيد مع مجلية ونظيفة يعني، لحتى كانوا هيك تحمصوا واخدوا وجه. وهيدي كان السحور الف الحمد لله. هلا بتحس الاجواء صارت ربيعية، يعني الطقس تغير وصار الطقس كتير حلو. هلا اكيد ما بيتخلل يعني انه ما يكون في سقعة، لا اكيد في سقعة. هلا هون حبيت اصور لكم تجهيزاتي لسفرتي يعني على الافطار. هلا انا نحنا كل يوم يعني بده يكون في موجود بطة مقلية، شوربة، اوقات عدس واوقات شعرية، ورقاقات يعني يوم ايه يوم لا بقلي حسب اذا بدنا اما لا. واللبن يعني هذا الحمد لله لازم يكونوا يوميا. انه بتحسوا انه الافطار يعني ببلشوا بالافطار عليهم، هن اساسيات السفرة. نحنا من لبنان بنقلهم النشيد الوطني، يعني موجودين كل يوم. فهون كنت عم رتب السفرة واليوم عملت هيك افطار بسيط. كانت ام زوجي الله يخلي لي اياها نزلت لي كبة بالصينية كمان كتير طيبة. هلا تحليت اليوم شي جدا كمان بسيط، يعني اليوم الفيديو بسيط على بسيط. آم، كان عندي كريمة أنا قبل بيوم، كريمة خفق مع جبنة، يعني هيدي بيعملوا التشيز كيك. وكان عندي بسكوت، كان عندي كل الأغراض، فقلت ليش ما بعمل تشيز كيك يعني بالفريز، وعندي فريز وعندي كل شي الحمد لله. فهون كان عندي بسكوت طحنتهم وحطيت فوق منهم مكعب زبدة. صرت هيك صفيتهم بالكبايات. والكريمة أنا كنت مجهزيتها قبل بيوم، يعني ما عندي شي أعمله. وكان عندي شوية فريز ففرمتهم هيك ناعم يعني صغار، وعندي مربى فزدتهم فوق منهم. أنا عادة بعمل الصوص على إيدي، يعني بعمل الصوص المربى الفريز. هلأ صراحة طلعوا طيبين، بس إذا بتعملوها يعني كل شي على طريقتكم تطلع يعني على أطيب. بس إنه ماشي الحال يعني طلعت الحمد لله طيبة. وزدت فوق منهم الفريز وخلطتهم، بس هيك يعني. وعملت طبقات وكان كتير طيب وألف الحمد لله نعم الله علينا. وهيدا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. وبتمنى أي حدا عم يعجب الفيديوهات ما ينسى يعمل لي لايك ويشترك بقناتي، لأنه قناتي فيكم بتكبر. وشكرا على كل الكومنتات الحلوة اللي عم تجي.
وهيدا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، وبأمان الله حبيبات قلبي.